تعالوا بينا ندخل على أحداث قصتنا الجديدة والمثيرة واللي هنشوف فيها بطلتنا الجميلة أديل اللي بتعاني من الاكتئاب بعد انفصالها المفاجئ عن حبيبها، واللي بتضطر لاستضافة مجرم خطير داخل بيتها تحت التهديد، لكنها مع الوقت بتكتشف حبها ليه. تفتكروا ده حصل ازاي وحقيقة المجرم ده ايه؟ وليه اختار أديل بالذات؟ وهل هتقدر أديل حمايته من الشرطة بالفعل؟ ولا لسه المفاجآت في انتظارنا؟ ده اللي هنعرفه. ولكن قبل كل ده بفكرك تنزل بسرعة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تكون أول واحد يوصله إشعار نزول أفلامنا ومسلسلاتنا الجديدة اللي هتنزل هنا على القناة. وبنروح بسرعة لسنة 1987 مع هنري اللي عايش مع والدته أديل بعد انفصالها عن والده. وبنعرف انه أديل كان متجوزة لكنها انفصلت بعد ما انجبت ابنها الوحيد هنري، وانهم حاليا عايشين حياة هادية سوا. بيبدأ هنري يوضح لها ان والدته أديل بدأت تعاني من الاكتئاب خاصة بعد انفصالها المفاجئ عن والده اللي حبته جدا، واللي حاليا بدأ حياة جديدة واتجوز مرة تانية وانجب بنت صغيرة تبقى اخت لهنري. وبنعرف ان والد هنري عرض كتير عليه انه يروح يعيش معاهم، لكنه كان بيرفض لانه محبش يسيب والدته لوحدها، وانه كان بيحاول طول الوقت يشغل الفراغ اللي اصبح في حياتها بعد انفصالها عن والده، لدرجة انه بقى بيساعدها في اشغال البيت كمان. وعلى الرغم من كل ده الا انه للاسف ما قدرش يملى الفراغ الموجود في حياتها. بيروحوا أديل وهنري السوبر ماركت، وهناك بيقابل هنري شخص غريب يدعى فرانك، واللي بيكون مصاب وبيطلب من هنري المساعدة. بيروح هنري يبلغ والدته اللي بتقلق من الشخص ده خاصة بعد طلبه انهم يوصلوه في طريقهم. بتتوتر أديل وبترفض طلبه، لكنه بيحط ايده فجأة على هنري وكأنه بيهددها، فبتضطر أديل توافق في الوقت ده. بالفعل بيروحوا يدفعوا الحساب وبيخرجوا هما التلاتة سوا، فبيقرر فرانك انه هيركب هو وهنري في العربية ورا، وبتسأله أديل هو حابب توصله فين، فبيفاجئها انه تعبان جدا وانه محتاج يرتاح ولكنها تتحرك على مكان البيت. بالفعل بيبدأوا يتحركوا، ولكن بتقابل أديل دورية شرطة على الطريق. بتكون أديل هتستنجد بالشرطة لكنها بترجع تخاف على ابنها هنري، فبيستكملوا الطريق وبيوصلوا على البيت. وهناك بيحاول هنري يسأل فرانك عن سبب إصابته. بيوضح له فرانك انه هرب من مستشفى السجن بعد اصابته بالزايدة الدودية واضطر ينزل من الدور التاني. بتقلق أديل اكتر من كلامه خاصة بعد ما عرفت انه كان سجين، وبيفاجئها فرانك بطلبه الغريب وهو انهم يسمحوا له يفضل معاهم بالليل لحد ما دورية الشرطة تهدى. لا بقى ده جاي على بيان. بتوضح له أديل انها خايفة منه وانه ممكن يشكل خطر عليها وعلى ابنها الصغير، وانه ممكن ما يكونش صادق في كلامه. بيسأل فرانك هنري عن اقرب محطة قطار ليهم، بيوصف له طريق المحطة. بتقطع والدته أديل وبتقول له انه مؤكد هيلاقي اشخاص تساعده، فبيقطعهم فرانك هما الاتنين وبيقول لهم انه هيضطر يستنى لانه مش مستعد يتقبض عليه مرة تانية. وبيتفاجئوا بإذاعة خبر هروب سجين، واللي بيكون هو فرانك اللي بيحذروا انه مجرم خطير متهم في قضية قتل واتحكم عليه ب20 سنة سجن وجايز يكون مسلح. الله لا يطمنكم. بتتراقب أديل وهنري، ولكن بيحاول فرانك يوضح لهم انه ده مش صحيح، وانه مش حابب ابدا يتسبب لهم في اذى او يحملهم مسؤولية استضافتهم ليه في بيتهم. وبيوعدهم انه في حال ان الشرطة وصلت له فيبلغهم انه كان خاطفهم ويخلي مسؤوليتهم تماما. بيبدأ فرانك ربط ايد أديل بالحبال، وبيقرر انه هيطبخ لهم اكل بنفسه، وبيروح يأكل أديل بايده. وبالليل بيقرر يفك أديل عشان تقدر تنام في اوضتها، وبينام فرانك في الصالة. وفي اليوم التاني بنلاقي فرانك وهنري قاعدين يفطروا، فبيسأل هنري فرانك هو ازاي قدر يهرب، فبيقول فرانك انه بلغ الحارس انه هيهرب لكنه استهزأ بيه وخرج بره المكان، فقدر يستغل فرانك الفرصة وهرب بالفعل. بتصحى أديل في الوقت ده وبتطلب من فرانك انه يرجع يربطها مرة تانية، لكنه بيرفض وبيقول لها انه هيضطر يعمل ده في حال لو الشرطة وصلت. بيسأله فرانك عن مواعيد القطارات، فبتوضح له أديل لانه النهاردة عطلة، وبيشوف فرانك وهو بيحاول يساعدهم في اعمال البيت وبيقدر يصلح لهم عطل العربية. بيكونوا قاعدين سوا لكنهم بيتفاجئوا بصوت خبط الباب، فبيروح فرانك يكتف أديل بسرعة. بيروح هنري يفتح الباب هو، فبيلاقيه جارهم اللي بيهديهم بسبب الخوخ، وبيسأله عن والدته، فبيقول له هنري انها دخلت الحمام، فبينبه عليه انهم ياخدوا بالهم على نفسهم لانه في مجرم هربان في مكان قريب من منطقتهم وبيمشي بعدها.
وبيقرر فرانك إنه هيستخدم الخوخ في عمل كيك ليهم، وبنلاحظ إن عنده مهارات فظيعة في الطبخ. بيبدأ هنري مع الوقت يلاحظ تقارب والدته آدل من فرانك، واللي بيكون متعاطف مع وضعها خاصة بعد الفراغ الكبير اللي سابهولها والده. بتطلب آدل من فرانك إنه يفضل معاهم لحد ما إصابته تتحسن، وبتقرر تعلمه الرقص، وبيكونوا مبسوطين جدا مع بعض. وبنروح لليوم التاني مع إيف جارة آدل اللي بتدخل عليهم البيت فجأة من غير استئذان، فبيروح هنري بسرعة يعطلها لحد ما بيقدر فرانك إنه يتخبى. بتطلب إيف من آدل إنها تستضيف ابنها عندهم، واللي بيكون بيعاني من إعاقة، لحد ما تزور والدتها في المستشفى وترجع. بتحاول آدل تعتذر لها لكنها بتضطر توافق بعدها. بيفضلوا قاعدين مع بعض قدام التلفزيون اللي للأسف بيذيع فجأة خبر هروب فرانك وبيعرضوا صورته، وبتوصل إيف في الوقت ده، فبيحاول ابنها يشرح لها اللي شافه لكنها بتكون مش فاهمة هو بيحاول يتكلم عن ايه. وبنروح لليوم التاني مع هنري وهو رايح المكتبة يشتري مجموعة كتب، لكنه بيتفاجئ هناك ببنت جميلة واللي بتدعى لامور. بيكون هنري معجب بيها فبيحاول يتقرب منها وبيقعد يقرا في كتاب، وبيبدأوا بالفعل يتعرفوا على بعض. فبتقوله لامور انهم اتنقلوا للمدينة هنا قريب مع والدها بعد انفصاله عن والدتها اللي حبت تعيش مع حبيبها الجديد. فبيوضح لها هنري هو كمان انه بيعيش نفس ظروفها مع والدته اللي انفصلت عن والده، وتعرفت على شخص جديد وحبوا بعض. بتقوله لامور انه الشخص ده مع الوقت هيحاول يبعده عشان يعيش هو كمان مع والدته لوحده. بيتضايق هنري من كلامها. وفي اليوم التاني بتبلغ آدل ابنها هنري انهم قرروا يتنقلوا لكندا ويعيشوا هناك. بيبدأ هنري يبكي لأنه بيعتقد إن والدته هتسافر مع فرانك لوحدهم وهتسيبه، لكنها بتروح تحضنه وبتأكد له إنه عمرها ما هتسيبه أبدا. بيروح فرانك يتكلم مع آدل اللي بيلاحظ إنها قاعدة حزينة، فبيسألها إذا كانت مترددة في قرار سفرهم، لكنها بتوضح له إنها مش حابة تظلمه معاها لأنها بتعاني من مشاكل في الخلفة بعد ولادتها لابنها هنري، وإنه ده سبب مشاكل بينها وبينه وعشان كده انفصلوا. فبيأكد لها فرانك إنه مش عاوز أطفال وإنه محتاجها هي وهيعتبر هنري ابنه. بيبدأ فرانك يشرح لها حقيقته وإنه كان ضابط جيش، فكان بيضطر يسافر كتير تبع شغله، لكنه مع الوقت اكتشف خيانة زوجته واللي كانت حب عمره اللي خانته أنجبت طفل من شخص تاني. حاول فرانك إنه يواجهها بخيانتها فاعترفت له إنها خانته بالفعل، فانفعل فرانك عليها في الوقت ده، وللأسف اتخبطت فجأة في الحيط وتوفت بعدها. واكتشف فرانك إنها كانت سايبة الطفل الصغير يلعب في بانيو الحمام، فللأسف غرق في المية ومقدرش فرانك يلحقه، واتحكم عليه بعدها ب20 سنة سجن. بيقرر هنري يبعت جواب لوالده يودعه قبل سفرهم. بيكون ماشي لوحده في الطريق فبيقابله ضابط واللي بيعرض عليه انه يوصله. بيوافق هنري وبيوصلوا على البيت بالفعل، وهناك بيقابل آدل واللي بتكون بتحضر شنط سفرهم. فبتتوتر آدل لما بيستغرب الضابط هما ازاي مسافرين والنهارده اول يوم في الدراسة. فبتقوله آدل انهم كانوا بينقلوا حاجات قديمة من البيت. بيقرر الضابط يساعدهم في حمل الشنط وبيمشي بعدها. بيطلب فرانك من آدل انهم لازم يتحركوا بسرعة ويروحوا البنك يسحبوا الفلوس، وهيكمل هو تقفيل البيت. بالفعل بتروح آدل وهنري على البنك، ولكن بتستغرب الموظفة من طلب صاحبها رصيدها بالكامل، فبتستدعي مدير البنك اللي بيسأل آدل لو كان في مشكلة خاصة وانه المبلغ كبير. فبتتوتر آدل، وفي الوقت ده بيفتكر هنري كلام فرانك لما قرر يبلغ الحارس انه هيهرب، فبيقرر يوضح لهم انهم هيسحبوا رصيدهم من البنك لانهم قرروا يهربوا. بتضحك مديرة البنك وبيقرروا تخليص الإجراءات ليهم. تفاجئ آدل بالجواب اللي بعته هنري لوالده يعرفوا إنهم هيسافروا، وبنعرف إن هنري قرر يبلغ الشرطة عن فرانك، واللي بتوصل بالفعل في الوقت ده. فبيروح فرانك يكتف آدل وهنري بسرعة، وبيوضح للشرطة إنه كان خاطفهم، وبيقرر يسلم نفسه بعدها. بتحزن آدل على فرانك اللي بيتحكم عليه ب25 سنة سجن. وبنروح لبعد مرور سنين وبنلاقي هنري كبر وعايش حاليا مع والده اللي استلم وصيته من والدته، لكنه بيروح يزورها على فترات. وبتتفاجئ آدل بجواب فرانك اللي بيعبر لها فيه هو قد ايه وحشته هي وهنري. وبنروح مع يوم خروج فرانك من السجن بعد مرور 25 سنة، واللي بيلاقي آدل واقفة في انتظاره وبتروح عليه وبتحضنه. وبنختم أحداث قصة